هل نحن مستعدون لنستقبل شهر رمضان المبارك بقلوب صفية وقلوب نقية متسامحة؟ وكيف يؤثر أيضا خلونا نقول عادات المجتمع، وكيف يؤثر السمت أيضا في هذا الموضوع تحديدا، بالإضافة إلى الدين؟ أكيد أن أخلاق المجتمع وعادات وقيم المجتمع لها دور كبير في ذلك. لذلك احنا اليوم نستضيف معنا الأخصائي الاجتماعي والشاعر والباحث في الموروث والسمت العماني أستاذ جمعة بن مسعود السعيدي. أستاذ جمعة، حياك الله معنا في برنامج مسك النهار. حياكم الله وبياكم يا أخ هيثم، الله يبارك فيك. الله يسلمك، شو أخبارك؟ عساك طيب؟ يعطيكم الصحة والعافية وبارك الله فينا وفيكم، ومبارك عليكم الشهر. الله يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين. ومثل ما يقول هذا شهر كريم وشهر خير، شهر خير وبركة، وانت استفتاحك خير بإذن الله. الله يعطيك الصحة والعافية. يعني مع قرب شهر رمضان المبارك في كل عام وليس فقط في هذا العام تكثر رسائل السماح والاستسماح وطلب المسامحة ما بين الآخرين. فلذلك يعني نحن نقول دائما بأن شهر رمضان هو يعني فرصة لتسوية النزاعات ولحل الخلافات ولتقريب القلوب. فكيف يعني ترى هذا الموضوع من وجهة نظر إذا ما تطرقناها، يعني بالإضافة إلى الجانب الديني ندخل فيها في الجانب الاجتماعي تحديدا كونك أخصائي اجتماعي؟ نعم، أولا شهر رمضان شهر خير وشهر بركة على الأمة الإسلامية، ونقول كل عام وأنتم بخير لجميع السامعين. الأمر الثاني مسألة التسامح، هي باب متاح ومفتوح في كل وقت سواء كان في رمضان أو غير رمضان. وفي رمضان شهر الخير والبركة تكثر رسائل التسامح مثل ما تفضلت، وكذلك نحن معانا عادة اللي هي قبل رمضان بيوم، يعني اليوم المساء، نعم، نحصل كبار السن يزوروا بعضهم بعض والجيران يزوروا بعضهم بعض، ويختم هذا اللقاء بعد طبعا تقديم اللي هي ضيافة والقهوة وكذا بأنه يعطيه كلمة الحل والبريان. أريد منك الحل والبريان، يعني أريد منك حل وبراءة من كل شيء أنا سويته فيك خلال هذيك الفترة الماضية. واضح؟ ويرد عليه الرد بالله يحلك ويبريك من كل شر ومكروه ومن كل سوء. واضح؟ فهذه من باب يعني التسامح اللي حصلناه مع كبار السن، وكذلك نحصل ان هذا الكبير السن ياخذ معه ولده او حفيده على اساس انه ايضا يمشي على هذا النهج. فنقول باب خير، باب مفتوح للجميع يعني في هذا الشهر، ومثل ما يقال تصفية حسابات يعني، وتكون الامور طيبه ما بين الأشخاص سواء كان غلطان عليها أو غير غلطان. الواحد هذه شهر خير وبركة، ويتقبل الله عز وجل الصيام من الجميع. اللهم آمين. يعني البعض يعني خلينا نقول متصور بأن السمت هو يعني الشكل أو المظهر الخارجي أو الهندام، لكن السمت يعني يتمثل في أخلاق الفرد أيضا، وربما يعني منظومة المجتمع ككل. أستاذ جمعة، كيف أيضا يعني توصف هذا الأمر، ارتباط أيضا السمت خلينا نقول المظهر الخارجي وكذلك بالمكنون الداخلي في الإنسان؟ نعم. بداية السمت، لما نتكلم عن كلمة السمت العماني، طبعا ظهرت في الفترة الأخيرة اللي هي مسألة يعني النشاط الاجتماعي والتواصل الاجتماعي عن تأصيل كلمة السمت العماني. طيب وش يعني السمت العماني أو معنى كلمة السمت؟ السمت هي طريقة الشخص أو نهجه. نعم. وسواء كان داخلي أو خارجي، فإذا كان خارجي نحن نطلق عليه هذا الشخص سامت تبارك الله، يلبس متهندم، الله مصر متهندم وخنجر وكذا في كل مناسبة. طيب أخلاقيا المصافحة باليدين، الاحترام، الكلام بطريقة وبأسلوب مهذب، احترام الكبير، لا يتقدم على اللي هو أكبر منه سن، تقديم الرجل اليمنى قبل اليسرى، في كل حاجة نحن نسميها هذه سمت. هذه أخلاق، هذه هيئة أو طريقة للشخص. واضح؟ فمن خلال تصرفات هذا الشخص ينعكس مدى اهتمامه بالسمت العماني الصحيح اللي وجدنا عليه الآباء وجدنا عليه الأجداد، ونحن إن شاء الله على نهجهم، يعني ما تغير شيء أبدا.
في هذه الفترة. هذا المحور اللي بسألك فيه أيضا يعني في هذه اللحظات تحديدا أستاذ جمعة، يعني الناس سابقا كيف كانوا يعني يتصالحوا قبل دخول شهر رمضان؟ وهل يعني في طقوس اجتماعية معينة وأعراف معينة؟ اليوم نحن عارفين أن التقنية ربما غيرت الشكل يعني، أو غيرت يعني خلينا نقول الوسيلة والأداة يعني في طلب التسامح، لكن سابقا كيف كان الناس يتفاعلوا مع هذا الموضوع من خلال ما سمعته أو عرفته كونك أيضا أخصائي اجتماعي وباحث في المجال؟ نعم. أما بالنسبة للتصالح سابقا كانت هناك الشخصيات المعتبرة والأعيان في المناطق والقرى يلعبوا دور كبير في مسألة التصالح والتسامح. نعم. كانت القرى صغيرة، ومسجد المنطقة يعتبر هو المركز الملتقى ما بين الأقارب جميعا. صحيح. فكان الإمام له دور كبير وواسع في مسألة الصلح وهو إصلاح ذات البين، والإمام يتكلم من جانب ديني. ولكن إذا أتينا إلى مثلا رشيد المنطقة أو شيخ المنطقة أو الأكبر هم سن والأعرف والأحذق في الأعراف والتقاليد، يقدم من ناحية أنه يقدم لإبداء كلمته وإبداء رأيه بأن أنتم مثلا أبناء منطقة واحدة، وأن التسامح هذا يليق بكم كأبناء فلان أو يليق بكم كأبناء هذه المنطقة، وأنتم تمثلون أهلكم، وهذا هكذا يعني في سجية أو في نطق معين الشخص دائما يتحلى به. فهناك كل متحدث فصيح صاحب كلمة مسموعة يبدي رأيه. نعم. طيب، فكان التسامح والصلاح أو التصالح ما بين هذه الفئات المتخاصمة نعم. يتم بهذه الطريقة، فلا يدخل هذا الشهر إلا وهم متسامحين. يعني هي جانب ديني وهي أيضا جانب تقليدي في الأعراف والتقاليد العمانية الرصينة والصحيحة والمتأصلة في المجتمع العماني. نعم، يعني هذا فيه إشارة إلى دور المجالس أو المساجد والوجهاء في إصلاح ذات البين، لكن الإنسان نفسه كيف يبادر أستاذ جمعة؟ كيف يعني خلنا نقول أحيانا يتنازل، ربما أحيانا يقترب من الطرف الآخر؟ نعم، وقفت على قصة تختصر هذا الموضوع. قصة من القصص بأنه أشخاص اثنين بينهم خصامة دامت إلى يعني فترات طويلة، وحدث ما بينهم أنهم التقوا في منطقة خارج سلطنة عمان. نعم. فذهب واحد منهم إلى شخص محايد فقال له: يا فلان. قال له: نعم. قال له: نحن في بلد غربة ونحتاج أنه نتصالح أنا والشخص هذا، لأن كان بيننا سوء فهم وبيننا خلاف. قال له: وانت بتتنازل عن حقك؟ قال له: انا متنازل عن حقي كله. يا سلام. على اساس ان هذا الشخص يتصالح معي. قال له: زين، روح له. قال له: انا لو رحت له راح يحس بانه انا يعني زليت نفسي له او كذا. لا، انا ما اريد. شوف، حتى هو محافظ على مسألة الكرامة عندي. فانت كطرف محايد روح له وقول له: انا باخذ لك حقك من فلان، وانا مستعد اني ادفع اللي علي واسوي اللي علي، بس بشرط انه نتصالح ونكون متصالحين. نعم. فتصالحوا خلال يمكن تقريبا ما يقارب نص ساعة، خلاف دام شهور تصالحوا في نص ساعة. ويعني اللي أنا أعرفه، حتى أني التقيت بهذا الشخص شخصيا وكلمني بهذه القصة، بأنه صاروا مثل الأخوان وأفضل في حياتهم فيما بعد، حتى أنهم صاروا جيران لبعض، سكنوا جنب بعض. واضح. فمسألة التسامح وأنت تتنازل عن نوعا من السوء، انت ما تتنازل عن شخصيتك، تتنازل عن كفاح، عن سوء، انت تكافح مسألة السوء بحيث انها ما تدخل ما بينك وبين جارك او بينك وبين شخصك او اشخاص كذلك هم مقدمين عندك. نعم. وبالتالي هذه المسائل يتم حلها بشكل ودي، ويتم حلها بنطق العارفين وبنطق المتحدثين والعقلاء والرشداء والوجهاء، وكذلك العناصر المحايدة. العنصر المحايد دائما عندنا مثل يقول: بدي كلمة الخير قبل كلمة الشر. فينطق بكلام الخير على أساس أنه يقرب وجهات النظر فقط، ومن ثم يعني تكون المسيرة طيبة. وبالعكس، هذه مسألة أنه الشخص يعترف بذنبه هذه من فضائل الأمور. نعم. الاعتراف بالذنب فضيلة، فهذه من فضائل الأمور، وليست يعني فيها مسألة من الكبر أو من الذلة أو أن شخص والله أهاني أو أنا أهنت نفسي له. بالعكس، الشخص المخطئ، وهذه هي طبيعة المجتمع العماني يعني كما عرف عنه. واضح.
يعني كونك شاعر أيضا جمعة وباحث في الموروث، الأوليين قالوا شيء عن التصافي وعن المسامحة؟ والله لا شيء. الشعر العماني فيه الكثير من القصائد اللي نصت على التسامح، وكذلك نصت على المعاني الجميلة التي تدل على مسألة الصلح. تم الصلح ما بين قرى ومناطق ووجهاء من خلال القصائد المرسلة. الله. من خلال المراسيل، من خلال مثلا عندنا نحن فن الرزحة، من خلال العازي. طيب، وهذه فيها قصص كثيرة وفيها يعني خلدت في الذاكرة. يقول حياة ولد جمعة بن راشد الغيلاني في عام 1968 راح يصلح ما بين طرفين في منطقة جعلان وهو منصور. فيقول من دارنا حنت عنينا، من دارنا حنت عنينا ننصى وتود مرساية، يعني ننصى رجال وجبال وأشخاص ذو اعتبار نويبوا شرعهم فينا بتبقى رسمهم خلاية. إذا تم الصلح ما بينهم وويبونا نحن، هذه راح يتذكرها التاريخ فيما بعد. وبالفعل تم الصلح من خلال هذه القصيدة. شفت كيف ما بين أطراف متنازعة، وبقت هذه القصيدة إلى يومنا ويتطاراها المجتمع في كل لحظة. نعم، لأنه فيها كلمة خير. يا سلام. بالنسبة لقصائد الفصيح ففي قصائد كثيرة يعني في الأدب العماني. نعم. فيها مثل ما يقول طب القلوب وطيبها رمضان، هو في العبادة في جنة وضمان. الله. ومضافه تبدو عليه فتنطفي النيران. وأيضا يقول أيامه عتق الرقاب ورحمة، والليل في سر النفوس أذان، وإذا عزمت فبالنوايا عزمه شهر المثوبة رائق مزدان، نبع المحبة في التعامل فضله، فالكل في عبق المنى إخوان، وحكاية التنزيل قدر رافع، والحق في زمن الورى قرآن، وحملت من رمضان ريح محمد تهنى به الأمجاد والأكوان، لبيك ربي قد أجبت محمدا فهو المجيد ودينه الفرقان. عليه الصلاة والسلام. فهذه من ضمن القصائد يعني اللي نسمعها ويتغنى بها كذلك كبار السن معنا، ويتغنى بها أيضا المجتمع اليوم عن رمضان وعن التسامح في هذا الشهر الكريم. احنا اكيد شاكرين لك اخوي جمعة هذا الحديث وهذا الاستشهاد ايضا بالامثلة والقصائد الجميلة والعبر ايضا من قصص قديمة عن التسامح. ونقول بأن التسامح أكيد يعني هو صفة متجذرة في المجتمع العماني وجزء أساسي من مكونات السمت العماني. في الختام هذا الحوار السريع جدا معك جمعة، حاب تقول شيء للمستمع الكريم قبل دخول شهر رمضان المبارك؟ والله أولا أحب أني أوجه الشكر إلى إذاعة الشباب وإلى برنامج مسك النهار والقائمين عليه، وإليك وإلى شخصك الكريم أخي هيثم. الله يعطيك العافية. واجب. فأنت رجل يعني تسلط الضوء دائما على المواضيع المهمة والأساسية، والتي يعني صراحة نفتقد الكثير من الإذاعات أو وسائل التواصل تركز عليها. السمت العماني، بارك الله فيك. أنا كلمتي لجميع من يسمع بأن السمت العماني هو عبارة عن حضارة، تراكمات ثقافية، وهذا السمت يجب أن يحافظ عليه، أن يعرف ويمارس ويدرس، وأيضا أن يكون رائجا ورائدا في مجتمع سلطنة عمان. وكلمتي الأخيرة كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب العالمين. آمين يا رب. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. بارك الله فيك يا أخوي جمعة، وشكرا لك على هذه المعلومات والإيضاحات، ولنا معك إن شاء الله وقفات قادمة بحول الله في قادم الأيام. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم وتشريف، بارك الله فيك. تسلم. شكرا لجمعة بن مسعود السعيدي، أخصائي اجتماعي شاعر وباحث في الموروث والسمت العماني. حديثنا معه كان عن التسامح قبل شهر رمضان من وجهة نظر اجتماعية وما له صلة أيضا بالسمت العماني والأخلاق العمانية والقيم ومبادئ المجتمع.